في معتقدات كتير خطأ بنتسأل عليها كل يوم في العيادات، زي ان اكل البلح ممنوع، النوم على الظهر ولا النوم على البطن. معاكم دكتور علي عرفة، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحة المناظير. بالنسبة مثلا للأكل والشرب، في ناس كتير بتقول إن أكل البلح وشرب السوائل الدافية ممنوع في الحمل. القول ده قولا خاطئا، قولا واحدا، الكلام ده غلط. السيدة ممكن تاكل بلح، ممكن تشرب حاجات دافية عادي جدا، مفيش مشكلة. سواء أي حاجة في الدنيا زيادة عن الحد ممكن تضر. بالنسبة للنوم، السيدة الحامل في أوضاع معينة للنوم بتنام عليها، بتنام بطريقة طبيعية جدا. الأوضاع دي بتبقى خاصة بس في الشهور الأخيرة، في الشهور الأولانية بتنام بطبيعتها خالص، مش لازم تنام على ظهرها أو إلى آخره. بالنسبة لموضوع الحموضة قولا واحدا مش سببها شعر الجلد. الحموضة سببها ان الافرازات الحمضية بتاعة المعدة بتزيد في الحمل، بس هو علاجها ان احنا هندي حاجات تقلل الحمضية دي ونظبط الاكل. كل الشائعات دي شائعات خاطئة. برضو من ضمن الشائعات تواريخ العلاقة اللي تجيب ولد او بنت، الكلام ده كلام غلط. مفيش حاجة ليس لها علاقة ان نجيب ولد او بنت في التواريخ او التوقيت او الصيف او شتاء او الكلام ده كله. واستنونا في فيديوهات جديدة الفترة الجاية مع كلينيك.